أهلا بكم مرة أخرى، ومعكم في هذا اليوم الإذاعي المفتوح بتنظيم من ائتلاف أمان حتى الساعة 2 إن شاء الله. إحنا الآن في محورنا الثالث. برحب طبعا بكل اللي بيتابعونا الآن عبر كل الإذاعات الشريكة، 11 تردد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أيضا، ولكل اللي بيتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ومن هنا أيضا من استديوهات إذاعة الرقيب. أهلا بكم مرة أخرى في المحور الثالث، مستمرين معكم إن شاء الله تعالى. وأرحب بضيفاي في الاستديو الأستاذ ناصر عويضات، مدير برنامج المساءلة المجتمعية في ائتلاف أمان، وأيضا الزميل الصحفي معز كراجة. أهلا وسهلا بكم، مستشار ومدرب إعلامي والمحقق أو المختص في قضايا مكافحة الفساد. أهلا وسهلا مرة أخرى. كان معنا أكثر من محور كما تعلمون ما قبل لقاءنا الآن، وكان في هناك جهات اختصاص، وكنا نتمنى اكتمال حلقة القطاع الخاص اليوم من وزارة الاقتصاد، من نيابة، من متابعة المالية، لكن بكل أسف الكل بيعتذر. ويبدو أن موضوع المستفيد الحقيقي له وقع اليوم في البيئة الفلسطينية، وبحاول أعرف ليش الائتلاف مركز على قضية المستفيد الحقيقي ضمن النقاش حول التدفقات المالية، كونه هذا المحور اليوم بحاول يشرح طبيعة المستفيد الحقيقي للمواطنين، لأنه لقاءنا في وجبة طيب إن شاء الله من التوعية والتثقيف، وربط بقانون الشركات والسجل التجاري. ليش التركيز على هذا الموضوع اليوم ناصر؟ وواضح أنه يختبئ خلفه أو في ثنايا أو تحت عباءته الكثير من التفاصيل اللي الأصل الرأي العام يكون مطلع عليها. صحيح. يسعد صباحك صباح كل المستمعين. بجوز بلزم قبل الإجابة على هذا السؤال يعني توضيح مفهوم المالك الحقيقي أو المستفيد الحقيقي، حتى الجمهور يكون يعني تعريفه، هذا التعريف متسق مع سياق كل اليوم الإذاعي. المستفيد الحقيقي أو المالك الحقيقي للشركة هو الشخص الطبيعي اللي بيملك الشركة أو بيسيطر عليها أو بيحصل في النهاية على أرباحها، حتى لو ما بيظهر اسمه في الأوراق الرسمية. بمعنى مش بالضرورة يكون هو الشخص اللي بيظهر اسمه في سجل الشركات، وهو الشخص اللي بيملك وبيسيطر وبالآخر بيعود الربح والعائد عليه. هذا هو تعريف يعني إذا بدك العالمي، وتعريف منظمة الشفافية الدولية لمفهوم المستفيد والمالك الحقيقي. ليش ائتلاف أمان بيطرح هذا الموضوع؟ لأنه على مدار السنوات الماضية وفي تقارير أمان الرصدية ظهرت شواهد عن مخاطر فساد متعلقة بعلاقة القطاع الخاص مع القطاع العام. بمعنى في دراسات مخاطر الفساد كان ممكن المجال مفتوح لبعض الشركات. هذا أحد المخاطر اللي تطرق إليها دراسات مخاطر الفساد، إنه الشركات تقوم بالتقدم لمشاريع وعطاءات حكومية، يعود خلف هذه الشركات، هاي الكيانات الاقتصادية، جهات قد تكون مرتبطة يعني بالقطاع العام، موظف قطاع عام أو وكيل وزارة، موظف قطاع عام، وزير، بيقدر يسجل شركة باسم أولاده، باسم حدا من عائلته، ويتقدم لعطاء حكومي، مال عام. وهذا شكل من أشكال الفساد اللي يتمركز حول مفهوم تضارب المصالح. فبالنسبة لنا ليش نشتغل على هذا الموضوع، موضوع المالك الحقيقي، لتجنب مخاطر الفساد نتيجة تضارب المصالح ما بين عاملين في القطاع العام وأعمال والقطاع الخاص للأعمال التجارية. وزي ما قلنا كمان هذا الموضوع تصاعد بشدة، وصرنا نلمحه بشدة أكتر في تقارير الرصدية بعد تعديل قانون الشركات رقم 42 لسنة 2021 فيما يتعلق تحديدا بموضوع شركات المساهمة الخصوصية، اللي هو ألزم هذا القانون الشركات بنشر أسماء المفوضين بالتوقيع والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة دون نشر أسماء المساهمين أو المالكين الحقيقيين والمستفيدين الحقيقيين خلف هذه الشركات. فالسجل التجاري ما في إلزام. إذا أنت بتفوت على سجل الشركات بوزارة الاقتصاد مش بالضرورة تستطيع تلقى
من هو مالك الشركة تقدر تلقى أحيانا ممكن مفوض بالتوقيع اللي هو ممكن يكون محامي أو موظف أو مدير تنفيذي. هذا ضرر اليوم عدم مشاركة وزارة الاقتصاد الوطني على اعتبار أن القانون لم يتطرق للمستفيد النهائي، وبالتالي هو ما عنده تصريح فيما يتعلق بالمستفيد النهائي. بديش أفترض، بس هذا الموضوع بالدرجة الأولى سجل الشركات موجود عند وزارة الاقتصاد، تطوير اللوائح التنفيذية لقانون الشركات يعني الجهة التنفيذية المسؤولة عنه وزارة الاقتصاد. بالتالي وزارة الاقتصاد هي جهة ذات اختصاص وذات مسؤولية أولى، احنا لازم نشتغل معها على هذا الموضوع، وتحديدا موضوع تعديل قانون الشركات. إذن حتى لحظة تعتقد أنه ما لهم دور مباشر كون القانون لم يتطرق لموضوع المستفيد المباشر؟ لا، لهم دور المباشر. موضوع سجل الشركات هو موجود عند وزارة هو اليوم بحكي انه انا مش انا مش طرف في موضوع المستفيد النهائي، لانه القانون ما اجاز لي اني افتح ملفات المستفيد النهائي. ما عندي شيء بيقول لي لازم اعطي اي معلومه او ادلي باي معلومه لها علاقه بالمستفيد النهائي. لا احنا بدنا نفصل ما بين جهه التشريع وجهه التنفيذ. احنا اشرنا المشكله عندنا اليوم قانون الشركات اللي بيشرع هو اللي بينفذ يعني احنا قلنا المشكله الاساسيه هو تعديل قانون الشركات بما لا يتيح معرفة والوصول للمستفيدين والمالكين الحقيقيين للشركات، ولهذا مسؤولية سياسية بالدرجة الأولى، مسؤولية إقرار هذا القانون. هذا القانون أجى من جهة الرئيس، يعني قرار بقانون من عند مكتب الرئيس من جهة الرئيس، بس المسؤول عن تنفيذه شركة، يعني المسؤول عن تنفيذه وزارة الاقتصاد بالدرجة الأولى. فهم يعني أصحاب مصلحة أساسيين في هذا الموضوع، بغض النظر عن إيش بدعوا إنه مسؤولية، يعني بدعوا عن مستوى مسؤوليتهم في هذا الموضوع يعني. مفهوم. زميل معز، أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. مرحبا، صباح الخير. شرفنا اليوم في هذا اللقاء اللي إن شاء الله يكون دمه خفيف علينا وعلى غيرنا. أكيد لازم يكون دمه خفيف، لأنه ما بنحكيش إلا بأشياء في إطارها المهني والقانوني إن شاء الله تعالى. تعرضت أنا والأستاذ بلال البرغوثي ومعنا كمان ضيوفنا اللي كانوا موجودين في قضية الحصول على المعلومات، وفي قضية ما يسمى بالملفات السرية، وهذه مشكلة، ويبدو أنه مش رح نوضع حد لهذا الموضوع إلا إذا رب العالمين أكرمنا يعني بوضع سياسي مختلف، مجلس تشريع جديد، رئاسة جديدة، تجديد كل الحالة اللي بنعيشها اليوم، البيئة القانونية. نعم. العمل الاستقصائي في موضوع مش اقتصادي ومش سياسي بصفة عامة، إنما موضوع فيه عمق شديد جدا في قضايا الفساد وفي قضايا التدفقات المالية. كيف بدنا نشتغل بهيك بيئة؟ يعني اسمح لي أجاب عن هذا السؤال باستكمال حديث الزميل ناصر عن المستفيد الحقيقي، لأنه بجوز يعني هلأ بحكي من ناحية صحفة استقصائية أكثر. واحدة من أولى العقبات اللي بتواجه أي صحفي استقصائي بيشتغل على قضايا تهريب أو غسل أموال هي مسألة يعني وضوح أو معرفة من هو المستفيد الحقيقي من هذه الشركة أو لا، لأنه مجرد غياب يعني هوية المستفيد الحقيقي بيفتح الباب لشيء. وهنا بجوز بعرفش إذا سبق الحديث عن الموضوع، ندخل مفهوم جديد اللي هو الشركات الوهمية. بمعنى أنه الشركات الوهمية شو هي؟ واحدة من أهم صفات الشركات الوهمية أنه المستفيد أو صاحب هذه الشركة، المستفيد الحقيقي من هذه الشركة غير معروف، وبالتالي تصبح هذه الشركة هي الغطاء القانوني الشرعي لعملية غسل وتهريب ومعاملات مالية لمال متحصل من الفساد. وهون المشكلة يعني بتصفيش فقط على مستوى وطني، وإنما كمان على مستوى دولي، لأنه هذه الشركات غالبا يعني نشاطها المالي في الغسل والتهريب يكون على مستوى دولي، يعني بيكون مقرها موجودة في دولة، ومعاملاتها المالية وحساباتها البنكية إلى آخره بتكون يعني عابرة للحدود. فالمبدأ الأساسي، يعني إذا يعني أظل على نفس الخط اللي يتحدث فيه الزميل ناصر، المبدأ الأساسي في مسألة المستفيد الحقيقي هي يعني ضرورة أن يكون هنالك شفافية في المالك أو المستفيد من هذه الشركة، لأنه مكان يعني عند ما بتغيب هوية المستفيد الحقيقي من الشركة بيظهر شيء جديد اسمه الوكيل. هذا الوكيل هو مجرد اسم،
مش هو صاحب المال، مش هو صاحب الشركة، واجب. وعلى فكرة الوكيل ممكن يكون، هلا عم بحكي عن الشركات الوهمية بشكل عام، ممكن يكون وكيل لعشرات الشركات مش لشركة واحدة. وممكن يكون هو مكتب محاماة. يعني أعطي مثال من سياق الصحافة الاستقصائية. كنا بنعرف أنه في شيء اسمه أوراق بنما أو فضيحة أوراق بنما، اللي هو سجل استقصائي دولي كبير يعني عمليات تهريب وغسل أموال عابرة للحدود، وكانت هي بتمس يعني أو ظهرت فيها أسماء فنانين ونجوم رياضة وسياسيين وأصحاب بزنس إلى آخره. وعشرات إذا مش مئات المستفيدين الحقيقيين. اللي كان بيدير كل هذا العمل الضخم لمئات الناس هو مكتب محاماة واحد. يعني وبالتالي احنا هون نرجع للمبدأ. هلا على صعيد صحافة استقصائية بيكون يمكن العقبة الأولى أو الأساسية من عمل أي صحفي استقصائي لتتبع مثلا عملية تهريب أو غسل أموال متحصلة من الفساد، لأنه الشركة إذا كان المستفيد الحقيقي منها غير ظاهر بيكون في احتمال. يعني هون عم بحكي كيف كصحافة استقصائية بنحلل الأشياء. إذا بنشوف المستفيد الحقيقي غير ظاهر من، أو يعني المالك الحقيقي للشركة غير معروف، وفي وكيل، يعني على سبيل المثال كصحافة استقصائي باخذ اسم الوكيل هذا وببحث عنه، فممكن أجده وكيل لشركات أخرى. فهذا شو بيعني بالمنطق الصحفي الاستقصائي؟ بحط عندي علامة سؤال إنه هذه الشركة غالبا ستكون وهمية. وهون خليني أوضح شغلة، شو بنقصد لما بنحكي الشركة وهمية؟ نعم. مش إنه الشركة غير مسجلة، مفهوم. الشركة مسجلة وقانونية ووجودها قانوني ومشت بكل الإجراءات اللي لازم تمشي في أي بلد كان، وهذا جزء من الوهمية. الوهم هو نشاطها التجاري وليس وجودها. عشان هيك في إلها اسم ثاني، أحيانا تسمى شركات البريد الإلكتروني، لأنه بيكونش موجود منها معروف منها إلا بريد إلكتروني. على سبيل المثال لما بتيجي بتفحص وين عنوان هاي الشركة، ممكن ما تجدش عنوان على سبيل المثال. فبالتالي بنرجع لمبدأ الشفافية فيما يتعلق بالمستفيد الحقيقي. هذا مبدأ أساسي لأنه بيسكر الباب أمام الكثير من شبهات الفساد. ناصر، ليش ضروري اليوم المواطن يعرف مين خلف هاي الشركة؟ وليش ضروري يعرف المالك الحقيقي أو المستفيد الحقيقي؟ شو الغاية إنه يعرف؟ شوف أنا يعني شركة خاصة، عفوا أنا هلا بدي أسس شركة خاصة. صحيح. قد يكون المالك ابني، قد يكون المالك صاحبي لي. ليش يعني أنت كمواطن لازم تعرف؟ يعني أنا هون بقدر أدمج، بحكي عن بعدين، موضوع العلاقة ما بين العدالة والشفافية، يعني هدول المفهومين وشو الموضوع بشكل أساسي، إنه وليش إحنا أمان مهتمين فيه بهذا من هدول المنطلقين، منطلق العدالة ومنطلق الشفافية. بس بالأساس موضوع الشفافية، بس كمان منطلق العدالة. لما بيكون في عقود عامة، عطاءات عامة، ممكن يتقدم لنفس العطاء 3 شركات كمثال، والشركات بالنهاية هي تعود في ملكيتها النهائية لنفس الشخص، تمام؟ وتتقدم شركة رابعة تعود لشخص حقيقي، يعني وهو يعني احنا عارفين انه هذا هو الشخص الحقيقي للشركة. بينما اللي قدم لهذا العقد، لهذا العطاء، قدم ب3 أسماء عشان يزيد فرصته في موضوع الحصول على أموال عامة. فهذا له علاقة بموضوع العدالة والتنافسية، وقديش القطاع الخاص ممكن يجد فرص لتنمية ذاته لتنمية البلد من جانب ما. الجانب الأكثر اللي مهم إحنا بالنسبة لنا الأمان، إنه ما يكونش هذا الشخص اللي مقدم ب ل3 عطاءات حكومية، تمام، وهو شخص مش المالك الحقيقي لهاي الشركة. بينما يكون هذا الشخص المالك الحقيقي هو بجوز شخص بيشتغل في القطاع العام، تمام، عشان يعزز فرصته في الحصول على يعني أموال عامة. هذا شكل من أشكال تضارب المصالح، شكل من أشكال الفساد، هي جريمة فساد موصوفة بالقانون. فمن هذول المنطلقين، منطلق تعزيز التنافسية، منطلق إتاحة الفرص للقطاع الخاص للتنافس بعدالة، تنمية الذات وتنمية البلد، تنمية البنية التحتية إلى آخره. المنطلق الثاني اللي بهمنا في ائتلاف أمان، حماية المال العام، بمعنى الأشخاص اللي بيشتغلوا في القطاع العام، موظفين في القطاع العام،
ما يكون في تضارب مصالح بينهم وبين المصالح التجارية. أما بالعكس تماما، موضوع شفية المستفيد الحقيقي المالك الحقيقي لا يتعارض مع فرص التنمية الاقتصادية ولا يتعارض من فرص المنافسة، بل يعززها ويعزز من فعاليتها ويعزز من قدرة القطاع الخاص على أنه يلاقي فرص عادلة للتنافس والعمل في البلد. بالتالي وكأن احنا إذا سمحت هون نحكي عن إشكاليتين في غياب المستفيد الحقيقي. يعني كلمة الزميل ناصر هون نقطة كثير مهمة فيما يتعلق بالتضارب المصالح، بمعنى أنه شركة ما إذا مالكها الحقيقة أو المستفيد الحقيقي منها غير معروف، شو بيضمن لنا أنه الشركة هاي لا تنافس على عطاءات مثلا في مؤسسة حكومية مالك الشركة الحقيقي هو جزء من هاي المؤسسة الحكومية أو هو الذي يدير المؤسسة الحكومية. فبالتالي إذا بدنا نلخص حديثنا حتى الآن حول المستفيد الحقيقي، هو بنحكي عن إشكاليتين: إشكالية أنه مسألة التضارب المصالح، والإشكالية الثانية هي أنه هذه الشركة يعني قد تتحول إلى غطاء وهمي لإدارة يعني عمليات مالية غير شرعية. صحيح. والخطر بصير أكبر صراحة على موضوع المال العام، مش فقط في العطاءات والعقود العامة. يعني إحنا لازم الخطر بصير أكبر في موضوع الامتيازات. يعني الدولة الحكومة بتمنح امتيازات للقطاع الخاص لإدارة يعني شؤون وأعمال تجارية مرات ممكن تكون ضخمة، منشآت تجارية ضخمة. فإذا كان شركة ما تحصلت على هذا الامتياز، الامتياز أعطته الحكومة بموجب يعني القوانين والأنظمة المعمول فيها، وهذا الامتياز هاي الشركة ماشي إحنا عارفين مين مديرها أو عارفين حتى مين مالكها في السجل، لأن موضوع المالك الحقيقي لا يتجاوز فقط وجود اسمه في السجل. هذا بيستدعي تدقيق وتحقيق لفعلا الملكية بالآخر، العائد عم بيروح لمين. يعني ممكن يكون في شركة هون في البلد أخذت هذا الامتياز تمام، لكنها هاي الشركة مملوكة من قبل شركة تانية في الخارج. تمام. الشركة اللي في الخارج ممكن تكون مملوكة لحدا ابن أخو أو حدا بيشتغل في القطاع الحالي في القطاع شبكة كاملة عملية. فتتبع هذا الموضوع لا يقتصر فقط على موضوع السجل فقط وتعريف المالك في الأوراق الرسمية، حتى لو إحنا عن جد فعلا كان في عنا سجل موجود وقادرين نعرف. هذا بيستدعي الربط ما بين كل الجهات التنفيذية، الضريبة، الجمارك، موضوع العاملين في القطاع العام وسجلات الإفصاح وكيف بيفصحوا وكيف بيتم التدقيق على إفصاحهم ومتابعة يعني تراكم أموالهم. فالموضوع مرتبط بعدة جوانب وجهات مختلفة، وبيستدعي هذا الموضوع الربط بين كل هاي الجهات اللي في الآخر ممكن تعزز من كفاءة التدقيق والتحقيق في موضوع ملكية الأعمال. لما بتحرك الصحفي زميل معز عنده مؤشرات، ولما بيكون في مؤشرات ما في شك كل معلومة بيحصل عليها بتزيد الشكوك عنده أنه ماشي في المسار الصحيح لهذا التحقيق ولا لا. من وين تيجي هاي المؤشرات؟ ومن وين تيجي هاي المعلومات اللي ممكن تخليني أشتبه بأنه هاي الشركة وهمية أو شركة بريد إلكتروني مثل ما حضرتك أطلقت عليها، وبالتالي أستكمل انطلاقتي بنفس الاتجاه حتى أصل للتحقيق الاستقصائي المطلوب اللي بقدم فيه معلومات فيها قيمة مضافة للرأي العام وللصحافة. يعني خليني بس أبدأ من إطار عام. بجزء من أصعب القضايا اللي بيتم الخوض فيها استقصائيا هي مسألة تهريب وغسل الأموال لعدة أسباب. السبب الرئيسي هي غالبا يعني هذا النوع من الفساد هو بيكون عابر للحدود. يعني إنه لما بنحكي تهريب أموال بمعنى إحنا نقلنا المال من بلد إلى بلد آخر، وكونه وصل بلد آخر مثلا في بنوك في دولة أخرى بصير في هون إشكالية أو تحدي بصفي هذا المال بسموه تحت ولاية القانونية لهاي الدولة. يعني بتبطل الدولة اللي خرج منها المال الفاسد هي قادرة على يعني على التحكم بالمال، وبجوز هذا بعدين بأخذنا لموضوع الاسترداد الأموال، وبتبطل قادرة هي على استرداد الأموال بسهولة إلا وفق يعني عملية معقدة وأطر قانونية بتختص بالدولة اللي
اللي صاحبة الولاية القانونية على المال. بس وبالتالي كمان هنا الصعوبة في العمل الاستقصائي، لأن الصحفي الاستقصائي بيكون يشتغل في أكثر من بيئة قانونية، لأنه بيكون يتبع القضية بجوز في أكثر من بلد، بأكثر من قانون، بأكثر من بيئة سياسية كمان. يعني أنه مش كل الدول بتكون بنفس المستوى من الحريات، بكل دولة بيكون فيها مستوى مخاطر مختلف فيما يتعلق بالعمل الاستقصائي. بس إذا برجع بشكل محدد أكثر على سؤالك مثلا بخصوص الشركات الوهمية، في مؤشرات طبعا والصحفيين الاستقصائيين يعني بيعتمدوا عليها. واحد من هاي المؤشرات أنه وين مكان الشركة. غالبا في شيء اللي هي الملاذات الضريبية أو دول الملاذات الضريبية. وجود هاي الشركة في بلد معروف أنه هذا يصنف بلد ملاذ ضريبي، هنا أول مؤشر أو واحد من هذه المؤشرات. وهون برش للتوضيح بجوز للمستمعين أكثر شو المقصود. كثيرة هاي الدول، وأنا ناقشتها مع وكيل وزارة الخارجية، بس يبدو الأمور يعني مش واضح أن لا وخاصة وجود هاي الدول بالمناسبة يحبط كل إجراءات مكافحة الفساد واسترداد المال العام والتدفقات المالية وخلافها. طبعا هي إشكالية، لأنه في له ملجأ حتى لو كانت دولة واحدة في كل هذا العالم الملجأ. لا هي الدول كثيرة وجزر يعني تكاد تكون يعني مش بأهمية سياسية أو اقتصادية. وللأسف إنه مع مرور الوقت كمان في كثير يعني دول يعني بتفوت على هذا الإطار الملاذ. في مردود مالي كبير، في مردود مالي، لأنه الأموال المهربة اللي بتيجي على هذا البلد هي تستثمر بهذا البلد بشكل أو بآخر، هي مصدرها فاسد أو هي جاية من جريمة، ولكن في دولة أخرى مش في الدولة. ولكن يعني كمان في نفس الوقت خلينا نقول إنه في كثير جهود دولية لا يعني تقييد يعني المساحات المتاحة أو الحريات المتاحة في دول الملاذ الضريبي. بس أوضح بجزء إنه شو الملاذ الضريبي أو شو أكثر صفتين بتوفرها هاي الدول كملاذات ضريبية للناس يعني الفاسدين اللي بيهربوا أموالهم هناك. المسألة الأولى وبجوز مش هي يعني ذات الأهمية، بس هي واحد من هاي المؤشرات اللي هي المستوى الضريبي. يعني هاي الدول عادة ما بتطلب ضريبة أو بتكون ضريبة كثير بسيطة. المسألة الثانية، وهنا احنا بنرجع لمسألة الشفافية والمستفيد الحقيقي اللي هي السرية. بمعنى انه انت يعني اي شخص بيفتح حساب بنكي في هاي الدولة هون بيكون في سرية كثير كاملة. وفي بعض الملاذات الضريبية بتوفر السرية بشكل يعني كمان خاص، بيكون في تعاقد ثنائي بين البنك وبين العميل. في هذا التعاقد ينص على أنه البنك يحفظ سرية هذا الحساب وصاحبه ومعاملاته وكذا. بالتالي وكأنه العميل هنا بيملك الحق في مقاضاة البنك فيما بعد إذا أفشى هاي السرية لسبب ما. فهذا مؤشر إذا كانت الشركة موجودة في ملاذ ضريبي، فهون بيصير في احتمال أنه هاي الشركة وهمية. المسألة الثانية اللي هنا ما في مستفيد حقيقي ولكن في وكيل، ومسألة وجود الوكيل هاي مؤشر ثاني. واللي بيعزز هذا المؤشر أكثر عادة الصحفيين الاستقصائيين لما بيجدوا مثلا اسم وكيل على هاي الشركة، عشان يعرفوا إذا هذا الوكيل هو يعني وكيل لشركة عادية ولا شركة وهمية، بيأخذوا اسم هذا الوكيل وبيبحثوا عنه. وفي منصات بحث دولية ممكن نتحدث عنها لاحقا للصحفيين الاستقصائيين، بيبحثوا عنه فقد يجدوا اسمه على أكثر من شركة في أكثر من مكان. وبالتالي إذا اسم الوكيل هذا تعدد على يعني شفناه في أكثر من شركة، هو وكيل أكثر من شركة، فهذا كمان مؤشر إضافي أكثر على إنه هاي شركة وهمية. أحيانا الصحفيين الاستقصائيين بأخذوا عنوان الشركة، لأنه مثل ما حكيت إنه أحيانا إحنا بنحصل على اسم الشركة وسجلها التجاري وكثير تفاصيل قانونية، واسم الوكيل في منصات بتوفر كل هاي المعلومات. فالصحفي الاستقصائي بيأخذ عنوان الشركة أحيانا وبيبحث عنه. قد يجد قطعة أرض فاضية ما في بالعنوان هذا، قد يجد عمارة سكنية على سبيل المثال. عشان هيك أنا حكيت أنه هي تسمى أيضا بشركة البريد الإلكتروني. هو ما في إلا تسجيل قانوني للشركة، والوكيل هذا أو مكتب المحاماة هذا يتولى كل عملية التحويلات والمالية والبنكية والمعاملات التجارية اللي
بتصب في مسألة غسل وتهريب الأموال. فبقدر ما هي معقدة، يعني هنا عم بحكي عن يعني من جانب كمان مرة صحفي استقصائي، بقدر ما هي معقدة عملية التحقيق في تهريب وغسل الأموال، بقدر ما في مداخل وثغرات ومؤشرات يعني كثير بتساعد الصحفيين الاستقصائيين. وفي كثير اليوم تعاون، وهي بجوز وجودي بهذا اللقاء أستاذ طلعت بجوز من المؤشرات على ذلك كصحفي أو بشتغل في مجال الصحافة بشكل عام والصحافة الاستقصائية بشكل خاص. وجودي في هذا اللقاء اللي هو يعني من خلال ائتلاف أمان هو مؤشر على مدى التعاون اللي بتطور سنة ورا سنة ما بين المؤسسات اللي بتشتغل في مجال مكافحة الفساد وما بين الصحفيين والإعلاميين، لأنه الطرفين كصحافة استقصائية وكمؤسسات مثل الشفافية الدولية ائتلاف أمان إلى من المؤسسات هاي هو اللي مش بس بيساعد على كشف قضية بحد ذاتها، وإنما بيساعد على تطوير البيئة القانونية اللي بتحد من الفساد، بيساعد على تطوير الأدوات اللي بتساعد سواء المؤسسات العاملة في مجال مكافحة الفساد أو الصحفيين الاستقصائيين، بتمدهم أو بتساعدهم على تطوير أدوات خاصة في المكافحة، في التتبع، في الكشف. وبالتالي هذا التعاون كثير مهم، وهو في يعني أنا بجوز من يعني لو كان يشمل الجهات الرسمية قديش كان تقديرك؟ طبعا هذه مسألة كثير تكون قوته ووزنه ما في شك بطبيعة الحال بالطبع. يعني الجهات الرسمية هي يعني المكون الثالث في هاي العلاقة، وبالتالي الجهات الرسمية كل ما كان في بيئة قانونية متطورة، وتحديدا في هاي البيئة القانونية بتوفر مبدأ الشفافية، كل ما كانت يعني الأبواب أمام شبهات الفساد أقل ومغلقة، والدخول منها مسألة معقدة مش بسهولة. نعم. ناصر، يعني غياب معلومات دقيقة عن المستفيد الحقيقي قديش اليوم تقديرك مرتبط بحماية المال العام بصورة مباشرة؟ يعني هو غياب هاي المعلومات بخلي من الصعب كتير موضوع يعني تعقب معرفة من يحصل فعليا على المال العام. يعني بضعف القدرة عن كشف موضوع تضارب المصالح. أنا هذا المفهوم اللي بضلني أعيده وأكرره، الموضوع المعني فيه أمان موضوع تضارب المصالح ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، موظفين في القطاع الخاص. البيئة الحالية حاضنة إحنا نقدر نحكي أو مشجعة أو في مخاطر موجودة عالية. هاي المخاطر ناشئة عن يعني عدم تعزيز الإجراءات المرتبطة في موضوع شفافية المستفيد الحقيقي وتهريب الأموال. يعني بمعنى آخر ما بدي أحكي من السهل أو من الصعب، هذا بيعتمد على جهود الجهات الرسمية. في مشكلة واضح إنه في مشكلة. إجراءات تعزيز موضوع تضارب المصالح، يعني الحد من تضارب المصالح فيها إشكال كبير ناشئ عن غياب سياسة وتدابير تعزيز شفافية المستفيد الحقيقي والمالك الحقيقي للشركات. يعني عشان هيك بضلني أضرب أنا في الأمثلة. يعني إذا كان في موظف عام عنده شركة تقدمت أو يمتلك، هو المستفيد النهائي من شركة تقدمت لعطاء عام بنية تحتية، أو إذا كان مثلا خلينا نضربها بالعكس، إذا كان في مكتب هندسي تقدم لعطاء حكومي لشيء له علاقة ببنية تحتية طريق، هذا المكتب الهندسي هو لشخص أو شخصين أو ثلاثة. يعني تدابير معرفة إذا هدول الأشخاص 2-3 مرتبطين بشخص من القطاع العام، التدابير الموجودة ضعيفة. يعني إذا كانوا هدول 3 أشخاص مش هم المالكين الحقيقيين، إنما المالك الحقيقي هو موظف في القطاع العام أو موظف سياسي وزير أو موظف في السلطة في أي جهة، ومخلي هدول 3 أشخاص أو الشخصين هم اللي يديروا هذا المكتب ومسجلهم باسمه. يعني بس هو العائد النهائي لا له. هاي جريمة تضارب مصالح، جريمة فساد. التدابير المعمول فيها لحد هلا وبتعتقد هي الأخطر. طبعا احنا هذا الجانب المعنيين في ائتلاف أمان يعني
أبواب إنه تسرب المال العام، هدر المال العام، أو يعني ارتكاب جريمة فساد ناشئة عن موضوع تضارب المصالح، تدابير ضعيفة، ما زالت ضعيفة. وهذا مرتبط بقانون الحق في الحصول على المعلومات، ومرتبط في قانون الشركات، مرتبط بموضوع وجود سجل تجاري، سجل شركات موحد وفي اكسس عليه، ومرتبط كمان يعني ارتباطا باللي أحكى معز بقدرة الصحفيين والناشطين في تتبع، والإعلام في تتبع يعني هاي المسارات اللي من خلالها بيتم تهريب الأموال العامة الناشئة عن جرائم الفساد. فالبيئة القانونية التدابير المعمول فيها غير معززة للحد من طيب يمكن، لكن بدي أثير هاي النقطة بعد ما نشوف ونسمع التقرير لعدو الزملاء في أمان، ونتابعه طبعا عبر مواقع التواصل، وراح يعني نحاول نخوض نقاش. هل بدي أعفي أي شركة مملوكة لشخص في القطاع الخاص وليس القطاع العام؟ طبعا تضارب المصالح اليوم نحكي عن قطاع عام نقطة، لكن إذا كانت هاي الشركة مملوكة لرجل أعمال وهو متعمد ويتقصد أن يخفي اسمه كمستفيد نهائي، إذن قد يختبئ خلفه أيضا منظومة أخرى لها علاقة برضو باستثمارات لرجال في القطاع العام، لها علاقة في استثمارات لرجال بمراكز حساسة في البلد إلى آخره. هل ممكن أن نعفي هاي العملية ونضعها فقط في قالب تضارب المصالح مع القطاع العام، ولا ممكن كمان تكون العملية أوسع من ذلك؟ بحاول أثير هاي النقطة، لكن بعد ما نتابع التقرير العدو الزملاء في أمان وبنرجع مع بعض إن شاء الله. شركات كتيرة موجودة بالبلد، سهل إنه نعرف إيش منتجاتها، إيراداتها أو أرباحها، لكن هل بنقدر نعرف مين المالكين الحقيقيين لإلها؟ للأسف لا، لأنه وفق القرار بقانون الشركات رقم 42 لسنة 2021 ما بتفرض المادة 14 نشر أسماء المالكين الحقيقيين للشركة. طيب شو بيأثر إذا ما عرفنا مين المالكين الحقيقيين؟ في حال ما أفصحت الشركات عن أسماء المالكين الحقيقيين لإلها، واللي ممكن يكونوا مسؤولين عموميين أو هدول المالكين إلهم علاقات مباشرة بمسؤولين عموميين، واللي ببساطة راح تفتح أمامهم أبواب بتعطيهم فرص إنهم يتكسبوا من هاي العلاقة أو يستغلوا مناصبهم للتكسب والثراء من خلال إمكانية وقوع حالات بتتيح لهم الاطلاع على تفاصيل العطاءات والقرارات، وبالتالي ما بيكون في عدالة أو تكافؤ فرص مع منافسين آخرين، وكمان حالات بتعزز من التهرب الضريبي واللي بيحصلوا عليه من خلال الملاذات الآمنة للمتهربين من الضريبة، وأخيرا بتعطيهم فرصة لغسيل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد. لهيك من المهم إنه يتعدى للقرار بقانون منشان يلزم الشركات بنشر أسماء مالكيها اللي بنسميهم المالكين أو المستفيدين الحقيقيين، وهذا حق للمواطن بالاطلاع على المعلومات الخاصة بالشركات بدون أي حجب بثير الشكوك حولها. طيب شكرا للزملاء في أمان، وشكرا عقيل. النقطة نفسها زميل معز، وأيضا نفس السؤال لناصر. بدنا نقيد تفكيرنا اليوم فقط في تضارب المصالح وعلى أهميته طبعا بكل تأكيد لما نحكي عن مال عام، ولا ممكن نوسع دائرة الاعتراض أو دائرة الانتقاد اليوم لتصل لحد أنه أيضا في هناك شركات وهمية باسم رجال أعمال، يمكن كثرة استثماراته، يمكن بسبب التهرب الضريبي، يمكن بسبب غسل الأموال، تخليه أنه ما يصر عن المستفيد النهائي ويجيب أسماء يضعها بوز مدفع كما يقال، فاترينا إن صح تعبيرنا، فاترينا تجارية، ويخفي خلفها منظومة كاملة قد تصل أيضا لحد شخصيات في القطاع العام أو خلافه. هل ممكن أن نفكر بهذه الطريقة؟ يعني هو بهاي القضايا يعني الأمور مش بهاي يعني البساطة وأبيض وأسود. يعني حضرتك استخدمت مصطلح المنظومة،
والصحافة الاستقصائية بنستخدم مصطلح الطبقات، بمعنى هي الشركة الوهمية انه هي ما بتكون مجرد انه شركة لها مستفيد حقيقي ولها وكيل وانتهت القضية عند هاي الحدود. الشركة نفسها هي يحق لها ان تمتلك شركات اخرى وأن تفتح فروع أخرى، وهذا بيكون بهدف شيء بيسموه بغسل الأموال اللي هي الطبقات. بمعنى أنه أنت لما بتيجي تتبع مال ما متحصل من فساد كصحفي استقصائي أو الناس اللي بتشتغل يعني في مجال مكافحة الفساد بشكل عام، بيصطدموا بمسألة يعني الكم الكبير أحيانا من الشركات المترابطة، شركة مالكة لشركة أخرى وشركة أخرى لديها فرع في بلد آخر، وهذا كله من خلاله بتتم عملية نقل الأموال وتبادلها وعمل المشاريع من خلالها. وبالتالي هي يعني المسألة ليست بالخاص والعام فقط بقدر ما هو الغياب مبدأ الشفافية. هذا بعدين يعني كل ما تراجع مبدأ الشفافية بهذه الأمور هو التحالف ما بين الخاص والعام. يعني هاي واحدة يعني مسألة بديهية وموجودة على يعني التحالف في رأس المال مع أحيانا النفوذ السياسي، إنه هاي يعني وصف من إشكاليات الفساد. يعني وبجوز هنا لأنه كثير يعني نوضح هيك بشكل بسيط ومش قانوني ومش معقد مسألة إنه شو بنقصد. يعني لما بنحكي غسل أموال شو بنقصد؟ هو ببساطة بيكون في محاولة لإدخال هذا المال اللي هو متحصل من فساد غير قانوني غير شرعي، إدخاله للنظام المالي. طالما هذا المال دخل على النظام المالي بدك تطهره وتعيد، هو لازم يفوت على النظام المالي، لأنه أنت ما بتقدر تحمل كمية كبيرة أو تستفيد منها أو تستثمرها وهي كاش على سبيل المثال. لازم تفوت للنظام المالي. على النظام المالي البنوك إنه إحنا بنعرف إنه في يعني في كتير محددات وفي شروط للحساب وسببه المال ومصدره ومن وين. فبيكون في يعني هذا الهدف الأول لصاحب هذا المال هو إنه يدخل على النظام المالي. فبتيجي فكرة الشركة أو الشركة الوهمية هي هذا الغطاء القانوني اللي من خلاله بيتم إدخال المال للنظام المالي. المرحلة الثانية يعني هو كمان غسل الأموال مراحل. يعني المرحلة الثانية يسمى بالتمويه. التمويه المقصود اللي هو طبيعة المال نفسه تتغير طبيعته، إذا كان كاش يتحول لعقار ومن بعد عقار يتحول لأصول من نوع آخر، لأنه هذا بيوجد صعوبة أمام الصحفي الاستقصائي وأمام المؤسسات اللي بتشتغل في مكافحة الفساد لمسك راس الخيط أو تتبع يعني المال. إذا كانت قضية فساد ما حصل منها الفاسد على $1,000,000 على سبيل المثال، هذا الفاسد بيحاول أول شيء أنه يحول $1,000,000 لعقار على سبيل المثال، ومن عقار بيبيعه ويرجع بيسترده بطريقة أخرى وبيحوله لنوع آخر، وصولا للمرحلة الثالثة من غسل الأموال اللي هو الدمج. هون احنا بنيجي للمرحلة أنه المال أصبح يستثمر في مشاريع قانونية ونظيفة وبشكل قانوني. أخذ مساره وحقق غايته وترك وراء الكثير من العقبات لتتبع هذا المال ومعرفة من المصدر المنشأ. على سبيل المثال ممكن تجد أنه في خلاص هو تفكك بالسوق أو انتشر بالسوق، أخذ وضعه بالسوق، صعب اليوم ملاحقته، انتهينا، وأخذ مجرى الاستثماري القانوني على وصار يدفع ضريبة. هو استثمار قانوني تماما، ولكن منشأ هذا المال هو الفاسد وغير القانوني. وأنا بجوز يعني هي مش بس شركات، يعني إذا بدنا نحكي في إطار غسل الأموال، لأنه ممكن شخص يجي يفتح مطعم على سبيل المثال، والهدف من المطعم هذا هو مش إنه المطعم يربح أو يخسر، هو الهدف إنه هذا المطعم يوفر فرصة لهذا الشخص حتى باسم المطعم يكون في حساب بنك ويكون في فواتير، يدخل الأموال على المنظومة. هذا المطعم بصفي كمان يعني كمان غطاء. نحن ما يعني إنه بجوز قصدي من هذا الحديث أقول إنه الشركة أو الشركة الوهمية تحديدا هي شكل من أشكال
أو الغطاءات القانونية اللي بتساعد على قد تشمل قطاع العقارات، الخدمات، كل القطاعات. بالتالي وهون يعني قصدي عودة لسؤالك إنه هي المسألة أكثر تعقيدا من إنه نصنف الأشياء بشكل يعني ثنائي إذا هي خاص أو عام. يعني هذا المال الخاص ممكن يستثمر في عطاءات عامة فيما بعد أو لمؤسسات عامة. وهذا بنرجع لمسألة الطبقات. يعني كثير شركات وهمية بتكون في الخارج على سبيل المثال، بتكون المال طلع من البلد راح على بلد الملاذ الضريبي وصار جزء من شركة وهمية هناك. بعدين هاي الشركة بترجع على نفس البلد وبتدخل في استثمارات اقتصادية في هذا البلد، وممكن تدخل في استثمارات يعني تتنافس على عطاءات قطاع عام على سبيل المثال. وهي هاي الدائرة الطويلة والمعقدة. المال يتم تهريبه من البلد، يذهب إلى ملاذ ضريبي، يصبح له غطاء قانوني له الشركة الوهمية، والشركة الوهمية تعود إلى هذا البلد وتستثمر فيها بطريقة أو بأخرى. هنا عم نتعلم والله ناصر والله يعني يمكن كثير في ناس مستمتع هلا الناس تصير نغسل يعني اخص موضوع الغسل. بس بدي اضيف يعني الظروف الاقتصاديه يعني لازم تخلينا نفتق بعض المواهب جديده يعني حتى نتجاوز المرحله الحاليه. يعني هو للاسف مش كثير صعب في السياق الفلسطيني. أبداً انا بدي اضيف البيئه جاهزه. هذا لا يعني في مجموعة عوامل بتخليه كثير سهل. يعني موضوع سجلات الملكية بالأراضي الفلسطينية، وين انت يعني إذا حدا بده يوصل، إذا حدا بده هاي الأموال ينقلها للاستثمار في أرض في أي منطقة ما فيش فيها طابو. كثير المناطق ما فيش فيها طابو، فيش سجلات الأراضي، سجلات الشقق، سجلات مناطق سي إذا حدا بده يشتري أراضي. يعني هذا الموضوع تتبعه في السياق الفلسطيني بصير موضوع أصعب. الولاية القانونية، عندك موضوع أهلنا في الداخل المحتل وشغلهم هون، الشغل في مناطق سي، ما بين يعني مسألة الولاية القانونية عندنا بتعقد هذا الموضوع أكتر وأكتر، وبتخلي يعني بالتالي إحنا بصير مطلوب من الجهات الرسمية إجراءات تدابير أكتر اللي تحاول توائم هاي الإجراءات للسياق الفلسطيني. يعني مش بالضرورة اللي بيمشي بأي منطقة تانية في الوطن العربي أو برا بده يزبط عنا في موضوع التدابير. يعني لأنه إحنا عندنا سياق معقد مرتبط بوجود الاحتلال، سجلات الملكية، الولاية القانونية، فمش سهل، مش صعب كتير تحصل مصاري وتهربهم أو توصلهم أو للأسف. يعني عشان هيك هو في على إذا سمحت لي على صعيد دولي، يعني إنه في كتير اليوم من يعني مش قانوني ومش مختص بالقانون، وبخاف أحكي فيه لأنه كل كلمة في دقيقة وإلها معنى. بس بقصد مثلا على الأقل من ناحية صحافة استقصائية. لما قلت في البداية نحن الصحفي الاستقصائي بيشتغل لما بيتابع قضية عابرة للحدود وفي أكثر من بلد وبتعامل مع أكثر من بيئة قانونية. بس اليوم في أطر قانونية على صعيد دولي يعني سنة ورا سنة بتتطور وبتحاول تحد من هاي الفرص اللي صحيح. بتتيح المجال يعني للغسل الأموال. يعني على سبيل المثال نأخذ في شيء مجموعة العمل المالي الدولية على سبيل المثال. هاي مجموعة عملت يعني يمكن تأسس أول ظهور لها كان بالتسعينات، بداية التسعينات 89، وكان هدفها هو بالأساس يعني تسكير الطرق على إمكانية تمويل الإرهاب بالأساس والفساد في نفس الوقت. جزء كبير من الشروط القانونية أو الشروط الموجودة في البنوك لفتح حساب والرقابة على يعني المعاملات اللي بتتم داخل هذا الحساب هي جاية من قواعد هاي المجموعة العمل المالي. يمكن في 42 قاعدة اللي اليوم صارت هي يعني من المرجعيات الأساسية للبنوك في العالم. عشان هيك مثلا في دول برا أكثر، مثلا في أوروبا مسألة المصاري الكاش أوكي مش مسموح لأي شخص حتى لو من حسابك البنكي تقول أنه أنا بدي أروح أسحب مثلا 50,000 يورو وتصرف فيهم. لازم هاي إذا بدك
تشتري فيهم شيء أو تعمل فيهم أي شيء تاني، لازم تحول هذا المبلغ للبائع على سبيل المثال تحويل بنكي، عشان نعرف هاي المصاري راحت من البنك من حسابك لوين راحت، إذا راحت في إطار قانوني في إطار تجاري شرعي. فإحنا هون لما يعني هي منظومة متكاملة، يعني لما بنحكي عن مستفيد حقيقي لملكية شركة، ولما بنحكي عن شروط وقيود للحسابات البنكية وحركتها وكيف أدخل المال على حسابي وكيف أتصرف بمالي داخل الحساب، هاي كلها المنظومة كل ما كانت البيئة القانونية اللي بتنظمها متطورة وهدفها لهاي البيئة القانونية هو الحد من الفساد ومن شبهات الفساد، كل ما الأبواب يعني اتسكرت. ولكن إذا بنوقف عند مسألة المستفيد الحقيقي للشركة، هل نظهره أو لا نظهره، لماذا وكأن احنا يعني إنه زي ما حكيت أستاذ، إنه لما حكيت التعاون ما بين مؤسسات زي ائتلاف أمان والصحافة الاستقصائية، وأضفت حضرتك أنه والجانب الرسمي الحكومي هو مسألة طبعا. أساسية، وبالتالي طبعا. التعاون في تطوير هاي البيئة القانونية هو مسألة حيوية، خاصة اليوم بنعاني، وهذا ناقشناه في المحور الثاني. نعم، يعني هي مش إحنا بس واقفين عند مادة لا، هي الهدف العام نعم. أوكي، هو التسكير الباب أمام شبهات الفساد. مشكلة اليوم يعني أحيانا نتمترس خلف قانون بنعرف أنه لن يجيب على الأسئلة المطلوبة، ونرى أن الخلل الحقيقي هو داخل المنظومة نفسها. بمعنى اليوم عدم وجود ربط شفاف ومعلن وواضح بين دوائر الاختصاص بما فيها النيابة والمتابعة المالية وسجل الشركات غيرها من الجهات، هيئة مكافحة الفساد. يبدو هذا الأمر مرتبط بالإرادة قبل ما يكون مرتبط بالقانون. بمعنى لو كان في إرادة سياسية، أولا إرادة سياسية، رقم 2 وأحيانا بستغرب ربط البعض في قضايا لها علاقة بالشفافية والمساءلة وإعادة ترتيب البلد وتنظيمها على أسس مختلفة على السحرية بالقانون، مع أنه إحنا أسهل بلد في العالم يكون عندنا قانون. إحنا بنقر قانون بيوم يوم واحد كفيل، ويمكن أقل من يوم بالمناسبة، لو بدنا نعدل المادة بأقل من يوم بيتم تعديلها، لا قراءة أولى ولا ثانية ولا ثالثة ولا 10، هي مرة واحدة على AI والسلام عليكم ورحمة الله بتتعدل المادة لو في إرادة بالفعل. هذا لو في إرادة. وما بعتقد أنه اليوم كمان غياب قضية الربط بدها قانون أو بدها دستور جديد في البلد عشان يقول لدوائر الاختصاص تفضلوا اربطوا مع بعض. متطلب تقني يعني. ويمكن عفوا خضنا في تجارب كثيرة في السابق حكينا فيه، يمكن حتى من أقل من 10 سنوات. صحيح. كانت بين دوائر بسيطة جدا، كل دائرة تتمترس خلف المعلومات الموجودة عندها، وما بدها تقدم هاي البيانات للدائرة الأخرى، وهي البيانات مين؟ بياناتك أنت وبياناتي أنا، ما بين الداخلية وما بين الصحة وما بين وزارة النقل والمواصلات والاتصالات وخلافه. كيف بننظر لهاي القضية كمان اليوم يا ناصر؟ بس صح متطلب تقني، بس موضوع السجل المركزي الحكومي الموحد المستفيد الحقيقي كثير مهم، كثير مهم وأساسي. بمعنى له ما بيغني طبعا لو صار في ربط، طبعا يكون في ربط إلكتروني بين سجل الشركات والضرائب والمشتريات والعقارات والجهات الرقابية، هذا أساس لا تتبع موضوع المستفيد الحقيقي. وهذا يعني وفق الجهات في المتطلبات الدولية وفاتف وغيرها، هذا موضوع بالرغم من أنه تقني إلا أنه أساسي، إلى جانب موضوع قانون الحق في الحصول على المعلومات وغيره من التدابير الداعمة لموضوع يعني التحقيق في الملكية النهائية لهذول الأشخاص. فبالرغم من أنه هذا الموضوع تقني إلا أنه مهم، والحكومة بتدعي هلأ أنه في الحكومة الإلكترونية وغيره وفي إجراءات يعني كل هذا الموضوع الربط وكذا، بس زي ما قلت أنت وزي ما يعني أعتقد أنه متفقين بالتشخيص، هذا بده إرادة سياسية يعني بشكل أساسي. والإرادة السياسية موضوع تعديل المادة في قانون الشركات الزام مش موضوع كثير انتخابات مصر، إرادة سياسية أو انتخابات يعني مرتبطين الموضوعين أكيد. يعني هو المصيبة بعد الانتخابات نرجع لمصطلح الإرادة السياسية.
ويجينا كمان رئيس يسقط علينا إسقاط ولا بأي شكل من الأشكال كمان بده إرادة سياسية إن شاء الله. لا إن شاء الله يعني أي قيادة قادمة بدها تكون معبرة عن إرادة الفلسطينيين، هذا الطموح وهذا المغزى إن شاء الله. وبدنا نكون عارفين مين المستفيد النهائي لهي القيادة المستفيد الحقيقي المالك الحقيقي لهي المالك الحقيقي ولا لا يا سيدي؟ قديش تقديرك اليوم؟ يعني بس هنا بدي أضيف، آسف على المقاطعة، بس موضوع النزاهة السياسية أمان بتحكي إن موضوع النزاهة السياسية والفساد السياسي هو بمثابة يعني العامل الأساسي الحاسم في كل هاي التفاصيل طبيعي. اللي ممكن تكون هو صمام الأمان عمليا بالضبط. يعني النزاهة السياسية والإرادة السياسية صمام الأمان، وهذا أعلى شيء، وتحتيه التدابير اللي بتعبر عن يعني متطلبات هاي الإرادة وكيف يمكن تنفيذ هذه الإرادة. فدون ما يعني ما يكون في إرادة دون ما يكون في عندنا نزاهة سياسية، بالتالي موضوع التدابير اللي ممكن عن جد أحيانا تكون مش هالقد معقدة بالرغم من الظرف المعقد والسياق المعقد، إنه يتم تنفيذها ويتم تحسينها وتعزيزها لتعزيز منظومة مكافحة الفساد. إذن الفجوات عندنا واضحة ناصر بالتأكيد. يعني التقرير الإقليمي اللي انعمل في إطار مشروع شفية الآن هو تقرير إقليمي ل8 دول، وبقيس هاي المنظومة في 8 دول من بينها فلسطين في الإقليم. بشير هذا التقرير في جزئية حالة فلسطين إنه بالرغم من إنه إحنا في عنا القانون بعرف شوف التناقض، إحنا بقانوننا بموادنا القانونية بنعرف مين هو المستفيد المالك الحقيقي، لكن في التدابير لا. يعني التحدي الأساسي هو معلومات المستفيدين الحقيقيين للكيانات القانونية والوصول لهاي المعلومات ومين بقدر يوصل لإلها، ووصول الجهات حتى الحكومية الأخرى بمعنى الإدارات الضريبية، هيئة مكافحة الفساد، النيابة، نيابة الجرائم الاقتصادية، وحدة المتابعة المالية، قديش توصل هاي الجهات. هذا أنت أشرت له قبل قليل إنه كل حدا بيكون في عنده سجل أو معلومات بصفي بده يعني موضوع هالقد بيروقراطي عشان جهة تانية. فوجود سجل مركزي وهذول الجهات في بينهم، وهذا بقصد أو بدون قصد يؤدي لنتيجة واحدة وهي تعزيز بيئة الفساد طبعا ضعف وتهريب الأموال، ضعف التدابير اللي بتحد من الفساد وتهريب الأموال بالتأكيد. فبحالة فلسطين في هذا المشروع اللي بتقوده منظمة الشفافية الدولية أشار التقرير لأنه يعني بالرغم من كل هاي الاجتهادات الفلسطينية في موضوع إصدار القوانين وإصدار تعريفات موائمة لمتطلبات الدولية بالتأكيد، يعني مش إلا أن الممارسة بالموائمة مع المتطلبات الفلسطينية هي ممارسة ضعيفة جدا. طبعا بالتأكيد إلى جانب هذا الموضوع موضوع معلومات والوصول لإلها والربط الإلكتروني بين الجهات والسجل المركزي موجود عند سجل الشركات. الأساس كمان مرة بدنا نرجع ونقول هو موضوع قانون الشركات اللي عد بال2021، وبعد 2021 إحنا صرنا في أمان نلمس إنه هذا في زي كأنه في نمط أو نهج تمام لموضوع استغلال هاي الثغرة تحديدا في موضوع العطاءات الحكومية والأموال العامة، بمعنى أنه في جهات قطاع خاص إحنا مش عارفين مين هم المالكين الحقيقيين لإلها، هم بيحكوا عن حالهم إحنا قطاع خاص مش عارفين المالكين الحقيقيين لإلهم، وبتحصلوا على عوائد وأموال عامة عبر عطاءات وعقود. وإحنا أمان كمان تنساش إنه نحاكم يعني على هاي في قضية مرتبطة بهذا الموضوع، موضوع من هو المالك الحقيقي لهاي الشركات اللي يبدو إنها صارت شركات كبيرة عم تتحصل على عقود وعطاءات عامة كبيرة في مجالات مختلفة ومتنوعة وأصول وعم بتدير أصول كبيرة، يعني مش هاي أموال هائلة. يعني هذا مرتبط بموضوع كمان مرة تضارب المصالح. يعني مين بيعرف إنه إذا هاي الشركات هي بالأساس للدولة
ولا هي بالأساس لشخص وزير، ولا هي لشخص رئيس، ولا مرتبط بعائلة إلها نفوذ، ولا مين بيعرف؟ مين بيقدر يعرف؟ ومين بيقدر يحقق، ومين يمتلك المعلومات، ومين بيقدر يوصل لها؟ فلا، الموضوع مهم، الموضوع مش جانبي، الموضوع مش تقني. الموضوع مرتبط بأحد أهم الأدوات اللي ممكن من خلالها يعني تمارس جريمة الفساد وتهرب الأموال وتم تهريبها سواء داخل أو خارج. وهذا بعد أسمع تعقيب معز. كمان بدي أوجه نفس السؤال خاصة بالتحقيقات الاستقصائية. لما بنحكي عن مبالغ، ذكر مثلا اليوم الأستاذ بلال 109 مليون زمن هيئة البترول ووزارة النقل والمواصلات، واليوم قضية المعابر بحكي عن 100 مليون. هي 100 مليون سيدة بتنحط بشنطة وبتطلع برا البلد؟ طب النظام المصرفي العالمي اليوم نظام مخابرات، كل إشي اليوم له علاقة بالمال تحت قوانين دولية وذرائع دولية سيدي، لا أسباب الكل بيعرفها طبعا أكيد. نظام مخابراتي، بمعنى أجهزة المخابرات اليوم لها من هو متخصص تحديدا بتتبع الأموال، كل قرش بيطلع الحركة هون كيف صارت، الحركة هون كيف صارت. هاي المبالغ عمليا المواطن ما بيعرف كيف بيتم تهريبها. كيف؟ يعني بجوز على كلامك الفجوات تسمح لي هيك تفضل. أكيد طبعا. يعني الزميل ناصر، بجوز احنا يعني أمامنا 3 مصطلحات: النزاهة، الشفافية، مكافحة الفساد. كل ما كان مستوى النزاهة والشفافية في أي بلد كان أعلى ومضمون قانونيا بأفضل صورة ممكنة، كل ما كانت الحاجة لمكافحة الفساد أقل. يعني عشان هيك دائما تيجي مكافحة الفساد مقرونة بمسألة، أو الفساد مقرون بمصطلحين النزاهة والشفافية. يعني إذا بنروح على بلد مثل ألمانيا أو السويد على سبيل المثال، وبنشوف تقرير بيصدر عن منظمة الشفافية الدولية سنوي مثلا بحط علامات لمستويات الدول، المستويات الفساد في دول العالم، وبنشوف دولة في أول السلم هذا التقييمي، ودولة أخرى في آخر هذا السلم. هل المسألة أنه الدولة اللي مستويات الفساد فيها متدنية جدا، هل هذا يعني لأنه الناس مثلا في هذا البلد ما عندهمش ميول للفساد؟ لا، أنه الإنسان بأي مكان بالعالم قد تكون الميول هذا موجودة عنده، ولكن هي المسألة بمعايير النزاهة والشفافية والبيئة القانونية اللي موجودة بهذا البلد، هي اللي والمراقبة والمساءلة وكل هاي المفاهيم. هاي مش مجرد مفاهيم، يعني لما بنحكي نزاهة، شفافية، مراقبة، مساءلة، هاي مش مجرد مفاهيم، هاي إجراءات وقوانين ويعني عمليات موجودة على الأرض بتحكم كل عملية عمل القطاع العام وعلاقته بالقطاع الخاص، وكل هاي التفاصيل وجودها بمستويات يعني عالية هو اللي بيقلل من مستويات الفساد وبحد من مستويات الفساد. وهذا بيجوز هي إجابة ضمنية على سؤال حضرتك إنه كيف ممكن المال يطلع ويتهرب بهاي السهولة. نعم. هو من ضعف الإجراءات، ومن ضعف البيئة القانونية، ومن ضعف مسألة المراقبة والمساءلة. والسؤال هو مش بيبدأ من لحظة كيف المال بيطلع برا البلد بشنتات، هو السؤال اللي ما قبل كيف بيتم تحصيل هذه المبالغ من المال بطرق فاسدة. يعني شو اللي بيسمح أو بيفتح هاي الأبواب تسمح لشخص ما يمتلك هذه الملايين من الفساد؟ هذا بيطرح سؤال على قبل كيف تخرج المصاري من البلد، يطرح سؤال كيف بيتم تحصيل هاي المبالغ من الفساد في البلد. وبنرجع لهاي المفاهيم. وبالتالي الزميل ناصر أكثر من مرة حكى أنه الأمور مش تقنية، وهي فعلا هي مش مسألة يعني تقنية، هاي سياسات وهي إجراءات، وهي هي اللي بتحفظ حقوق المواطنين وبتحفظ المال العام وبتحفظ مستويات يعني المستوى الحياة النزيه والإنساني في البلد. وبالتالي كمان برجع يعني كل مسألة بشوفها من زاوية صحافة استقصائية، وهذا اللي بيخلي أي صحفي استقصائي في أي بلد كان إنه هو ينشط ويشتغل ويتحقق من أي قضية فساد، ويستطيع أنه يوصل لنتيجة، ويستطيع أنه يدين، لأنه في إجراءات وفي يعني الكثير من الأمور اللي بتساعده. يعني إحنا لما بنيجي بنحكي على مسألة الحق في الحصول على المعلومات، يعني اليوم هذا قانون بديهي صار،
نعم. يعني قانون بديهي لازم نعم. يكون موجود في أي بلد نعم. في العالم. نعم. مش بحاجة لمطالب وحملات وحكاية. هو حق، يعني كلمة حق بتفسر، يعني بتفسر قيمة وحاجة الحصول على المعلومات. هاي حق، وهذا الحق مش بس يعني لموضوع الفساد، هو لموضوع الفساد، لموضوع المعرفة، للباحثين، للأكاديميين، للصحفيين، لكل عناصر يعني لكل العناصر الفاعلة في البلد. المعلومات اليوم، كل يعني مسألة المعلومات والحصول على المعلومات هي حق من حقوق الإنسان، لأنه ما في معرفة ولا في تطور ولا في يعني مكافحة للفساد بشكل فعال بدون ما يكون المواطن أيا كانت وظيفته ومنصبه ومكانه هو قادر أنه يحصل على المعلومات من أي جهة كانت، وخاصة على صعيد القطاع العام. يعني لما يعني بجوز أستكمل كمان في مجال هل يعني بجوز يعني واحدة من الأشياء الإيجابية اليوم مثلا ائتلاف أمان، واحد يعني من الأدوار الفعالة والمهمة اللي بيشتغل عليها هو إيصال كل هاي المفاهيم للصحفيين في البلد. يعني إحنا بجوز هاي يعني بتعرف فيها أفضل مني كمان أستاذ طلعت، مسألة الصحافة في البلد. إحنا للأسف الصحافة عندنا بشكل عام غايب عنها إشي اللي هو الصحافة المتخصصة. نعم. بمعنى الصحفيين المتخصصين في الصحافة الاستقصائية، والمتخصصين في الاقتصاد على سبيل المثال، والمتخصصين في قضايا بتتعلق بالمال العام. هاي النوع من الصحافة ضعيف جدا. إحنا صحافتنا أكثر وصحفيين أكثر بيشتغلوا بالسياسة بشكلها العام وبشكلها المجرد. عشان هيك اليوم يعني من جزء من الأدوار المهمة اللي بيشتغل عليها ائتلاف أمان هو إيصال هاي المنظومة من المفاهيم اللي قد تبدو للوهلة الأولى أنه هي صعبة ومعقدة، والصحفي يعني بده فترة طويلة ليكتسب خبرة لحتى يصير يفهم فيها. أنه يعني التدريبات الصحفية اللي بيجريها ائتلاف أمان للصحفيين وخاصة الصحفيين الشباب، هذا التعاون مع الصحفيين، الجائزة اللي بيقدمها ائتلاف أمان اللي بتتعلق السنوية للصحافة الاستقصائية، هاي كلها جهود يعني ترفع من مستوى الصحافة المتخصصة وتحديدا الصحافة الاستقصائية كجزء من جهود مكافحة الفساد. فإحنا بنحكي عن منظومة متكاملة، القوانين على معايير أو إجراءات المساءلة والشفافية، على الحق في الحصول على المعلومات، على وجود صحافة متخصصة وصحفي مؤهل وصحافة حرة. كل هاي المنظومة هي اللي بتنقلنا من مكان إلى مكان في يمكن كمان زميل، وهون برضو برجع لأمان بنفس السياق، إسناد العملية الصحفية اليوم بتشجيعها على تقديم تقارير زيادة، لكن وجود دائما التخصص عمليا بيعطي مساحة لكل شخص بيحاول إنه يتهرب. بمعنى عدم وجود صحافة متخصصة في القضايا الضريبية بيترك الباب مفتوح أمام فساد في القطاع الضريبي. عدم وجود صحافة متخصصة في قطاع العقارات يترك الفرصة تماما أمام مطور أو خلافه أنه يستخدم نفوذه أو معرفته لأنه الناس بتعرفش. عدم وجود صحافة متخصصة في القطاع المصرفي إلى آخره. اليوم أنت بتحكي عن قضية أعقد من كل اللي أنا ذكرته، وبالتالي يبدو صار كمان بدنا نتهم أنفسنا ولو بشكل إيجابي، لأنه إحنا مش مطلوب منا قانونا، لكن وجود صحافة أكثر منه نقد. نعم أكيد هو نقد بمعنى أنه غياب صحافة اقتصادية متخصصة بهذا العمق صحيح. بكل تأكيد بيخلي الذيل طويل لمن يريد أن يلعب بذيله بين هلالين، لأنه فيش حدا يعرف مفاصل ومضامين وطبيعة هذا العمل، فمن الصعب اختراقه. صحيح. نفس السؤال رح أوجهه لناصر من حيث اهتمام أمان بدعم هذا النوع من التحقيقات، وأكيد يعني مسؤوليته مش رح تصل لصقل المواهب أكثر أو لدعم التخصصات أكثر في هذا السياق، لأنه نعترف أن ضعف في هذا السياق مؤكد. يعني شو بجوز أعطيك يعني على مسألة صقل المواهب والمؤهلات، نأخذ مثال من على مستوى إقليمي عربي. تونس ما بعد الثورة تختلف تماما، يعني ما بعد رحيل نظام بن علي.
هلا واحدة من القضايا اللي ظهرت بعد رحيل بن علي من تونس هي مسألة استرداد الأموال اللي تم تهريبها بالمليارات خارج تونس من نظام بن علي وعائلته وحاشيته. في كثير يعني أموال طائلة موجودة في الخارج. واحدة من الأشياء اللي بدأت تبنى في تونس ما بعد 2011-2012 ووصلت لمستويات جيدة على سبيل المثال هي مسألة الصحافة الاستقصائية. يعني التقيت في أكثر من مناسبة وأكثر من مرة صحفيين استقصائيين تونسيين بلقاءات وبدورات تدريبية وجزء منها بتنظيم من ائتلاف أمان ومنظمة الشفافية الدولية. في تحقيقات استقصائية يعني اشتغلت بشكل مهني وبشكل جيد وتوصلت لنتائج على قضايا فساد في تونس. وهذا بجوز يعني الظرف السياسي اللي نشأ. طبعا هلا الظرف السياسي في تونس معقد أكثر، وبجوز حتى في مؤشرات منظمة الشفافية الدولية لتونس أعتقد أنه في تراجع في التقييم، بس ولكن مش مجال حديثنا هلا. بس هو مثال على أنه لما أتيحت يعني توفرت بيئة سياسية وإرادة سياسية مختلفة ما بعد 2012 في السنوات الأولى ما بعد الثورة، ونشطت كمان يعني مؤسسة تعمل في مجال كمان مكافحة الفساد من قبل يعني كفرع للشفافية الدولية أعتقد في تونس. فهون كان في يعني ظهر عامل جديد أوكي في مسألة مكافحة الفساد اللي هو الصحافة الاستقصائية. عشان هيك يعني برجع لعنا احنا محتاجين اليوم يعني كل ما حضرتك قلت إذا في عنا صحافة استقصائية متخصصة في هذا الجانب، هذا بيكون عامل لسد ثغرة ما أو لإضافة عامل ما من عوامل مكافحة الفساد. فهو مثل ما الفساد قد يكون منظومة، فكمان مكافحة الفساد هي منظومة متكاملة وما بين مجموعة من الفواعل ومن الأطراف. بعرفش إذا كان هذا توجه السؤال أو أنا رحت لاتجاه آخر بخصوص الصحافة الاستقصائية. ناصر تفضل. يعني ببقى أقول إنه في استراتيجيات أمان وفي طريقة منهج شغل الأمان، الموضوع الأساسي اللي إحنا بنركز عليه هو موضوع يعني حماية الحيز المدني وقدرة الناس على الإبلاغ عن الفساد وتقديم الإرشاد القانوني لهم ودعمهم المبلغين عن الفساد وضحايا، وتقديم كل دعم ممكن للصحفيين في موضوع الصحافة الإقصائية، سواء عبر التدريب ورفع الوعي بالمفاهيم والأبعاد والجوانب التقنية في كل ما يتعلق بجرائم الفساد، أو عن طريق يعني دعم إنتاج التحقيقات الصحفية. ف يعني أمان هذا جزء أساسي من عملها، اللي هي الارتكاز للجمهور الفلسطيني لأكثر في موضوع تعبئته وحشده طبيعي اتجاه معرفة شو هو الفساد وكيف آليات يعني محاربته، وخلق هذا الرأي العام المجتمعي حول هاي الجريمة قديش بتأثر على صمودنا كفلسطينيين. يعني إحنا بالبلد موضوع مكافحة الفساد مش فقط لأنه موضوع إداري أو مرتبط بجوانب صحيح. إدارية مالية وكذا، لا، هذا مرتبط بصمودنا كفلسطينيين، بإدارة مواردنا من أجل صمودنا وبقائنا على الأرض. وبديش أحكي فلسفة كتير، بس يعني مفهوم بكل تجارب التاريخية كيف سقطت القلاع، ما في شك سقطت القلاع من الداخل. مفهوم بكل تجارب التاريخ وين نجحت نماذج الدول، وين نجحت نماذج المقاومة، وين نجحت نماذج التحرير، وشو اللي خلاها ترجع لورا. موضوع النزاهة الشفافية هذا يقع في صلب يعني معززات صمودنا كفلسطينيين، مرتبط كمان بقيم أكتر، مش مرتبط فقط بتدابير وجوانب وأنظمة، لا، هو كمان موضوع قيم. احنا بنحكي قيم النزاهة، مبادئ الشفافية، لأنه هاي قيم احنا بنشتغل أمان قدر الإمكان على موضوع تعزيزها، تعزيز الأدوات اللي ممكن تعزز من هاي القيم في الجمهور الفلسطيني بشكل عام. يعني
نعم. زميل معز، أي توصية أو أي تقدير قبل نهاية لقائنا؟ تقديرك يعني نجوز بشكل سريع، بس بدي أحكي عن مسألة القيم اللي تفضل فيها زميل ناصر، إنه هاي القيم كل ما تعززت هذا كمان بيساعد وبيشجع على مسألة الإبلاغ عن الفساد. واحدة بجوز من أهم العوامل المساعدة للصحفيين الاستقصائيين في عملهم الاستقصائي هو مسألة الإبلاغ عن الفساد. تطوع شخص مطلع على قضية فساد ما من الداخل، من مصدرها للإبلاغ عن الفساد. فهي يعني حتى على صعيد الصحافة الاستقصائية بشكل عام واحدة من القضايا. التوصيات أنا ببساطة يعني بدي أرجع من جانب عملي بالأساس في مجال الإعلام والصحافة الاستقصائية، اللي هو ضرورة يعني تشجيع هذا إذا سميناه القطاع، وتوفير كل الفرص الممكنة من الحق بالحصول على المعلومات، لتوفير يعني تطوير الصحافة المتخصصة على صعيد فلسطيني، مثل الجهود اللي بيبذلها ائتلاف أمان في هذا المجال، لتوفير دائما هذه المنظومة من النزاهة، والمنظومة من الشفافية، والمنظومة من القيم، والمنظومة اللي بيمتلكها المواطن، ومش فقط ائتلاف أمان أو مؤسسة هنا أو مؤسسة هنا. هاي منظومة من القيم اللي هاي هي الحصن الحقيقي اللي بسد الأبواب أمام شبهات الفساد، وبيساعد على مكافحته، وبيعزز من النزاهة والشفافية. ولقائنا هذا اللي مشكور على إدارته يعني جزء من هذا الجهد. كل احترام. بشكرك زميل معز على وجودك معنا اليوم. معز كراجة، المستشار والمدرب الإعلامي والمختص في شأن مكافحة الفساد. أيضا الزميل ناصر عويضات، من مدير برنامج المسائل المجتمعية في مؤسسة أمان. أشكر كل اللي تابعوني على الموجة 101.9 عبر كل موجاتنا الشريكة اليوم في كافة المدن الفلسطينية بما فيها قطاعنا الحبيب. ولقاءنا القادم بكل تأكيد متحيز بشكل كامل، ومع تقصيرنا جميعا بحق أهلنا في قطاع غزة، لكن من المؤسف أن يكون العنوان هو بيع تنسيقات المساعدات، بيع تنسيق المساعدات. موضوع أخذنا وتطرقنا له في عدة مناسبات خلال الأعوام الفارطة، ومع أهميته البالغة والمفرطة حقيقة، واللي بتشكل هدف إنساني له علاقة بأبناء شعبنا اللي بيعانوا أشد المعاناة في القطاع الحبيب. لقاءنا متواصل وممتد إن شاء الله حتى الساعة 2 في هذا اليوم الإذاعي الخاص بتنظيم من ائتلاف أمان. وكل تحية طبعا دائما اللي بيتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر كل الترددات للإذاعات الشريكة. نلتقي بعد الفاصل بعونه تعالى.